تعال نشوف ازاي تلاعب يثرب ولاعبيه بدفاع الزمالك في هدف الأهلي الأول. في بداية الهجمة هتلاقي دفاع الزمالك متمركز بأربع لعيبة في خط الدفاع، والرقابة كانت كالتالي: عمر جابر مع تريزيجيه، جراديشار في النص بيراقبوا قلوب الدفاع الونش وإسماعيل، وبن شرقي معاه فتوح، ولكن زيزو كان بيبقى نازل لتحت شوية وغير مراقب. مع تحول الكرة للجنب اليمين هتلاقي الونش ابتدى يطلع يقابل زيزو، وبقى خط دفاع الزمالك كله بيدافع رجل لرجل. زيزو بيشاور لبن شرقي علشان ينزل من مكانه كجناح، ويبتدي الأهلي تنفيذ الهجمة أو الجملة المتفق عليها. مع نزول بن شرقي بيشاور لزيزو يطلع مكانه، وبالتالي يتم سحب الونش قلب الدفاع خارج مكانه تماما، وفتوح كمان ابتدى يتقدم أكتر عن مكانه الطبيعي. ومع وصول الكورة لهاني سرح فتوح وساب بن شرقي اللي استغل خروج الونش ورا زيزو وتوهان فتوح، وانطلق بسرعة علشان يهاجم المساحة اللي ظهرت في دفاع الزمالك. وهنا اتحول إسماعيل لضحية من وجهة نظري، لأنه مش قادر يقرر يفضل مع جراديشار ولا يروح يقابل بن شرقي. وصدقني أيا كان قراره إيه فهو في وضع صعب، والمفروض كان عمر جابر يغطيه ويحمي المساحة اللي ظهرت وبعدين يشيل هم تريزيجيه، ولكنه فضل إن هو يبقى مع تريزيجيه ويسيب المساحة ويسيب بن شرقي علشان يستلم بن شرقي عرضية بالمقاس من زيزو، والباقي كلكم عارفينه. أشكرك لو وصلت لحد هنا، ويا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنساش اللايك والفولو.